السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا نغير شوية بقى من القطط. بقى هنزل لكم قطط، بس قلت ايه اغير وانزل لكم الفيديو ده. عايزه اقول لكم بما ان الجو حر جدا جدا جدا، قلت لا انا عايزه اعمل حاجه تنعنشنا انتعاش. قلت اعمل زبدو. تمام. عملت الزبدو انا، يعني شربته عند اختي عجبني قوي. قلت لا بقى ايه، انا هعمله في البيت وان شاء الله هيطلع حلو. انا عندي اللي يساعدني اللي انا بخزنها طبعا فراوله في البيت. جبت الفراوله، بما ان كمان ان الزبدو الصغيره دي يا جماعه ب9 جنيه ونص، الكبيره ب15. عندي ابني كل ما يخلص التمرين لازم يجيب ام 15. قلت له طب استنى بقى كده، انا لما اروح هعمله لك. طلعت الفراوله وقمت جبت كوبايتين من الزبادي، بس الزبادي يا جماعه اللي هو مش البلدي، الزبادي دوت. جبت كوبايتين. وطبعا الفراوله سبتها لما تسيح شويه، ما خليتهاش تسيح خالص، لا، لما تسيح شويه. وقمت نازله عليها بكوبايتين الزبادي، وقمت هنزل عليها بتلات اربع معالق من السكر. ما تكتريش السكر يا جماعه علشان خاطر ما تبقاش مسكره قوي. الزبادو مزز مش مسكر، خلي بالكم من الحته دي، اللي هو مزز مش مسكر. انا مش عارفه وانا ليه جايبه الخلاط كده الناحيه دي، مش فاهمه يعني. انا ليه ما جبتهوش في النص؟ ما علينا. حطيت حبة من السكر حسب مذوقك انتي، وجبت ربع كوباية من اللبن زي ما انتوا شايفين، وجبت رشة من قولوا معايا، من اللون الطعام الأحمر. يا لهوي، هو اللي اداله بقى اللون ده. وحطيت الملح، وهجيب بقى طبعا اصول بقى اللي انا قاعدهم بقى في كافيه بقى، زي ما اكون قاعدهم في كافيه. جبت الصوص بتاع الفراولة دوت. لو ما عندكيش في باكت كده بيتباع عند اي حد من السوبر ماركت، قالوا له عايزه الباكت اللي هو الفراولة، معرفش ب 2 جنيه و 3 جنيه. بس انا والله انا عندي دوت في التلاجة. قمت مطلعاه وعملت لهم حبه الحاجات ديت. تخلي العيال تفرح بقى، انتوا فاهمين يعني ايه؟ بصوا انتوا قاعدين في كافيه يا جماعه. وقمت جايه بقى حطيت، عايزه اقول لكم طلع تحفه. اللون الاحمر بقى، لقيت العيال بيقولوا له يا ماما هو الزبادو مش احمر قوي كده يا ماما. قلت لهم هي فلتت مني مش عارفه ايه اللي خلاني احط. بس عايزه اقول لكم اللون الاحمر خلاه بجد يعني حاجه كده، حاجه هتشوفوا قصادكم كده. والقوام بقى كان تقيل، لان طبعا الزبادو تقيل، الزبادي تقله فخلاه تحفه تحفه. بصوا بقى، وانا هحط اهو، بصوا بقى قدامكم. بس اللون الاحمر والله اداله كده لون جامد 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 جامد. طبعا العيال شربوا نعنشهم وفرفشهم واتبسطوا بيه. وكل شويه ماما حاطين لنا زبادو، كان جميل جدا 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 يعني. جربوه، اعملوه سهل. كوبايتين زبادي على ربع كوبايه من اللبن عشان تمشي لي بس الخلاط، على معلقتين سكر. يا جماعه ما عندكوش صوص الفراوله ما تحطوهوش، هو ملوش لازمه، انا حطيته كام منظر. بس لون الطعام اداله لون جميل قوي. مش عايزه تحطيه ما تحطوهوش، هيديكي نفس لون الزبادو اللي بره. انا حطيته يعني ايه، ان العيال تتجذب ليه، مش اكتر من كده. وطبعا الفراوله كانت متلجه، كانت تحفه بقى. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. قوموا كده واشتغلوا واعملوا لعيالكم، صدقوني الفيديوهات ديت الواحد بيعملها. انا اتحفز، انت تتحفز، غيرك يتحفز، كلنا نحفز بعض، بالذات في اللي احنا فيه دلوقتي. ده كان فيديو النهارده، قلت اعمل لكم كده فيديو انتعاش، فيديو لطيف، فيديو الزبادو. ويا رب الفيديو لو عجبكم بقى، اوعوا بقى تنسوني في اللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد. هطلع لكم القطط بقى ان شاء الله، والفيديو الجاي بقى نشوفوا كده بقى القطط. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربوه هيعجبكم جدا 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 جدا. بصوا الجمال، بصوا اللون الاحمر عمل شغل جامد. مع السلامة.